بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله محمد سيد الخلق، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. مشاهدي الكرام، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. على بالي البنات باللي والله غير بزاف اللي بعثوا لي في البريفيو قالوا لي غنية مناش نشوفوا في القناة تاعك راهي تمشي. الله غالب البنات، والله غير كنت مع الخدمة وخدمة شوية برك، تعرفوا حوال الخدمة. المهم الحمد لله انه اليوم انا رجعت لكم ان شاء الله بفيديو او وصفه هايله. وصفه هذه جد جد اقتصاديه، اي وحده تقدر تخدمها، وبميم طو بحوايج هكذا اقتصاديين وكما نقولوا طبيعيين. المهم البنات، انا على فيديو هذا كنت درت فيه شديت فيه مقتطفات احتفال، مش احتفال كبير زعما، يعني احنا حبينا برك نفرحوا الاولاد. كنا شاركنا في سطيف، يعني يسمى كيما نقولوا دار شباب بوطالب، هي اللي شاركت وانا شاركت معاهم. وكنا كيما نقولوا اللهم لا حسد. المهم الحمد لله تحصلنا على المرتبة الأولى، والحمد لله. المهم فرحنا الأولاد، كنا شاركنا بلباس تقليدي وأطباق تقليدية. المهم حوايج ما شاء الله، يعني والله غير كنا في القمة، والأولاد هما الله يبارك هما اللي زهوا الحالة وكل شيء. شوفوا البنات، والله الأولاد يعني راهم يفرحوا، ربي يفرحهم إن شاء الله. وان شاء الله كيما نقولوا كل مره وجينا هكذا نقدروا نفرحوا كيما نقولوا نفرحوا الاولاد، نفرحوا الزواوله، نفرحوا اليتامى، نفرحوا مع اني يتيمه بصح معليش نحب نفرح اليتامى، ونحب نفرح الزواوله، ونحب نفرح الاولاد. المهم البنات، المهم سامحوا لي برك عباك شويه. راني شغل مديرونجيه هكذايا برك، وراني كيما نقولوا راني نهضر ونعاود في الهضره وكل شيء. بصح المهم لا فيديو هذا كنت نوعته لكم بالعاني، وتبعوه حتى للاخر. راح تشوفوا ثاني واحد صابون هكذا، صابون طبيعي، ورد طبيعي، يعني ما شاء الله. انا كنت جربته، ما نكذبش عليكم، والله غير جربته. صابون، انا صورته لكم وحطيته لكم، اللي حبت يعني تتصل بيا رايحه نوجهها للاخت هذه اللي راهي تخدم في الصابون هذا. يعني شوفوا معطر هايل طبيعي. اتصلوا برك البنات ودعموني شويه ان شاء الله. رايحه باذن الله، مانيش رايحه ننساكم باذن الله، باذن الله. ربي يفرحكم الاولاد تاعنا ان شاء الله، كانوا يعني ما شاء الله. هاوليكم البنات الصابون، شوفوه. هذا صابون معطر للجسم. انا قلت لكم راني استعملته، والله غير في ما شريته يعني ديته واستعملته، يعني ما شاء الله روعه. وراح نشوفوا بعض، شوفوا هادو الاطباق التقليديه اللي كانوا شاركوا فيها او بها البنات اخرين من جهات اخرى في المعرض او في في الحفله هذه. كانت حلويات، يعني ما شاء الله، اطباق تقليديه، يعني عجبني كل شيء ثم في هذاك النهار، صدقوني عجبني كل شيء. وكان في يعني ما شاء الله حاجه ما شاء الله. باش سمحوا لي اللي راهم يقولوا بدعه وما عم باليش، احنا ما شاركناش، احنا مانيش زعما رانا درنا زعما حاجه على يناير كون جينا نعرفوا واش نهي القصد وكل شيء، ما نهضروش خلاص، ما نهضروش، ما نقولوا والو، بس احنا ما نعرفوا له والو صراحه، ما نعرفوا له والو. احنا شغل رانا هكذايا تقليد فقط. فرحنا الاولاد، حبينا الاولاد برك يشاركوا. حنايا لا علاقه صراحه، انا واحده من الناس كنت لا علاقه واش هي كي قصدوني وعلى وجه الاولاد، وكما نقولوا حشموني. كنت شاركت معاهم باطباق، يعني انا درت اطباق يعني حلوه، اطباق تقليدية يعني صراحة، كيما طمينة، رفيس قسنطيني، مبرجة، رفيس تونسي. مهم حوايج هكذا. وكانت شاركت معايا أخت وزميلة تاني في نفس الدومين،
باطباق تقليديه كما رشته، شخشوخات، كربابين، طمينه. يعني وجوزنا نهار ما شاء الله. صدقوني يعني ربي يستر اولادنا ويسترنا ويحفظنا ويحفظ اولادنا وكل شيء. والحمد لله ما كناش عفوا ما زحفنا حتى واحد، كنا راضينا اللي كانوا معانا. والمهم وثبتنا الوجود تاعنا، ورايحين في ايام قادمه ان شاء الله. انا راح نوعدكم باذن الله في ايام قادمه بحوايج احسن واحسن كما وعدوني ان شاء الله. ثم في سطيف في الحفل هذه بحوايج وكانوا يعني فرحوا. كاينين مسؤولين كبار ثم والله غير فرحوا بيا دائما يلقاوني ثم، ووعدوني بحوايج هكذا باذن الله. رايحه كما نقولوا راح نلبي الطلب تاعهم، وباذن الله نكون من اول المشاركين ثم في بلاصه يعني اخرى. وربي يقدرنا ان شاء الله على فعل الخير ونفرحوا الناس ونفرحوا كما نقولوا الاولاد هكذا. ونزيدوا في المجهودات تاعنا احسن واحسن. ما نقولوش رانا زعما متعلمين بزاف والله رانا نعرفوا بزاف، لا ما نكذبش عليكم. شوفوا انا الحمد لله راني كل كما نقولوا كل ديكوراتي الحمد لله من صنع خيالي الحمد لله. ما نرفتش على هذيك وعلى فلانه وعلى فلانه وعلى فلان وعلى فلان ونقول خدمتي، لا الحمد لله اقسم بالله غير الحمد لله كل شيء من صنع الخيال. هكذا نكون قاعده. هاو ابسط مثال. البارح كانت عندي كليونت من لي كليون تاوعي، كنت قاعده انا وياها ومن بعد وليت جات في بالي قلت لها شربتي قهوه؟ قالت لي لا. قلت لها اصبري لي دقيقه دوك نطيب لك قهوه. وبطبيعه الحال طيبت لها قهوه تركيه ما شاء الله، يعني عجبتهم بالبزاف، روعه يعني بالقرنفل اقسم بالله غير ما شاء الله عجبتهم بزاف. والحمد لله. المهم راح لاغوسيت تاعها راح المره الجايه ان شاء الله نحطها لكم في فيديو، يعني خاطر كانوا طلبوها مني البنات يعني بزاف. واليوم شوفوا البنات هاي لكم الوصفه تاعنا، وصفه يعني ما شاء الله طبيعيه. كنت قدمت دجاج باعشاب طبيعيه بزيت زيتونه بدون لا لي زيبيس ولا حتى حاجه والو. هروحوا تشوفوا البنات الوصفه معايا. شوفوا اولا عندي لهنا سكالوب دجاج او صدر دجاج. كنت قليته اولا في زيت زيتونه، قليته يعني مليح. شوفوا كيفاش حمرته. ومن بعد واش عندي لهنا؟ عندي زعتر فتته مليح. وعندي بالعاني استعملت هذا بسباس مليح كما نقولوا للكولون. كيما نقولوا بالعاني حطيت غير حوايج طبيعيه وكيما نقولوا اعشاب هكذا باش على الاقل تكون وصفه مليحه ومفيده للجسم. حطيت الملح، حطيت لهنا شوفوا زيت زيتون. المهم البنات تبعوا برك لا فيديو من الاول حتى الاخر وراكم تشوفوا باذن الله راح طبق يعني شهي تاع صح. شوفوا لهنا حطيت اولا زعتر فتته، بسباس حطيته حبات، ولهنا هذا زنجبيله باش ما تقولوش اللي دخلت لي زيبيس، لا حطيت زنجبيل والملح. وميم طو قلت لكم سكالوب قليته في زيت زيتون. شوفوا لهنا خليته ريح شويه في الخلطه هذه. ومن بعدها واش درت له؟ زدت شربته من الفوق مليح هكذا. شوفوا لازم تخليوه يشرب مليح هذيك زيت زيتون وبسكول تعطنت فيه هذيك الزعتر والبسباس وما طول زنجبيل. انا ما لقيتش زنجبيل الاخر تاع باش نسكرفجو، عندي غير المرحي حطيت لهنا. شوفوا استعملت كنت راح ندير في البلا مباشره ومن بعد كي شفت راح عليا الحال يعني حتى فات المغرب باش طيبت وليت حطيته في ساشي وما طولش ما ديش وقت في الطياب. ليه باسكو ساشي هذا سواشي
الغذائيه راهي ثم طيب لكم. شوفوا مام زروديه والفلفل ثاني درتهم في الخلطه هذه، خرج لي ما شاء الله يعني الذوق والمذاق، صدقوني غير هايل. شوفوا لهنا بعد ما كملت حطيت الرند وحطيت ثوم ورايحه نزيد درنا نحطهم معاهم باش الخلطه هذيك نزيد نفرخها مع الدجاج والخضره. المهم البنات اللي سقساو عليا وفي البريفي يعطيكم الصحة وكثر خيركم بزاف بزاف بزاف. وسمحوا لي برك والله ما كنت يعني كنت مع خدمتي الله غالب ما قدرتش باش كيما نقولوا نوفق منا ومنا، والله ما قدرت، سمحوا لي بالبزاف. شوفوا البنات دوكا رايحه نغلق عليها. لهنا لازم تتاكدوا باللي ماهيش منفخه ساشي، لازم تكون تهبطوها باسكو انا رايحه نثقوبها بصح معليش، المهم تاكدوا برك. شوفوا غلقوا مليح هكذايا، ورايحه نجيب موس او فرشيطه راح نثقب بها باش بالكم تنساو تثقبوا، على بالكم ما تثقبوش راح تكلاطي لكم الساشي في الفور هكذا حتى تكون ثقبه برك صغيره. وحطيتها طيب بعد ما طابت البنات، طابت مليح ولات الله يبارك ما شاء الله. قدمتها لكم، شوفوا طريقه التقديم يعني ما شاء الله. لهنا كان عندي هذاك حميص تاع الفول او تكتوكه تاع الفول، حطيت شويه زيتون اخضر، سلطه، بسباس، المهم طبق كيما نقولوا شغل طبق مشكل. المهم البنات دعواتكم الكامل المرضى بالشفاء ولنا بالتوفيق ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.